علينا في الشرقيه المجموعه الخامسه كابتن. هنخش المجموعه الخامسه اللي اتلعبت النهارده الخميس 18 فبراير. المنصوره وجمهوريه شبين، استطاع فريق المنصوره ان يفوز على جمهوريه شبين 3-1. سرسلان وشربين تعادل ايجابي 2-2. دكرنس واتحاد السنبلاوين، اتحاد السنبلاوين فاز على دكرنس في ملعبه 2-1. السبت 20 فبراير في مباراتين ستقام في هذا اليوم، وهي بين طنطا والصيد المحله، سمنود وبلديه المحله، وكهرباء طلخه باي. دكرنس اتحاد السنبلاوين 2-1 لاتحاد السنبلاوين. وتحيه لكل اهالينا في اتحاد السنبلاوين اللي بيتابعونا، والجماهير النهارده اللي استقبلت الفريق في الشارع وطلعوا لهم على اول البلد بالمئات. يعني بقول لهم مليون تحيه ومليون مبروك. زميلنا محمود خالد كان متواجدا ومعه العربي الاشموني والتصوير لصلاح الزغبي. ومليون بوسه لكل واحد في اتحاد السنبلاوين. الناس بيعشقوا كره بلدنا واحنا بنبادلهم نفس الحب والاحترام. طارق الدالي كلمني المشرف العام على الكوره وقال لي النهارده فرحه ما بعدها فرحه لان فزنا رغم انف الحكم. نشوف. الضربة الحرة محمد سيد والتسديدة، الله عليك يا كورة، وهدف أول مباغت وجميل هو منطقة ال 18 للقادمون من الخلف. ودي كورة طولية عند محمد طه، محمد طه وخطيرة وهوبا، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجول الجميل. اياد صلاح على التغيير، والضربة الحرة السعودي بيلعب العرضيه وجول وجوه الجول. والهدف الثاني الجميل، الهدف الثاني الرائع للاعب محمد مصطفى. الحمد لله طبعا في اي حاجه ربنا يجيبها. ما نسحقش المكسب النهارده. يعني الشوط الاول فرطنا في مكسب سهل كان في تهاوننا في الشوط الاول. اعتقد الشوط الثاني الطرد اللي حصل لنا للاعب عدوي في بدايه الشوط الثاني ده اثر علينا طبعا بالسلب. بيلعب 10 لعيبه مقابل 11 لعيبه. لكن دي كره القدم برضو لسه مشوار طويل. الحمد لله كبدايه موفقه جدا لاي مدرب يمسك اي فرقه في اول 3 4 ايام ويكسب ماتش بره، ده حاجه موفقه جدا. ودايما بقول ايه، ما توفيق الا من عند الله. فالحمد لله بدايه موفقه جدا، واللي بس الفرقه محتاجه شويه شغل ان شاء الله عشان انا عاوز انهي رقم 3. بنشكر لاعبتنا، احنا جايين تحت ضغط الحمد لله، ادوا اللي عليهم واللاعيبه رجاله، وربنا اكرمنا بالثلاثه بونت. وان شاء الله عندنا ماتش الكهرباء اللي جاي باذن الله بنهدي الفوز دوت للاستاذ عبد الناصر زيدان والقناه المحترمه اللي بتساند نادي اتحاد السنبلاوين. خساره غير متوقعه، احنا كنا بانيين املنا النهارده ان احنا ناخد 3 بونت، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ببارك لاتحاد السنبلاوين على 3 بونت، هم اجتهدوا في الماتش. الحكم طبعا كهرب الماتش من اول 5 دقائق بالانذارات وقرارات عكسيه عملها كتير، وانتوا لكم الحكم يعني ممكن تتفرجوا عليه. وانا بصراحه يعني مش عارف اقول ايه على الحكم. يعني الحمد لله، الله يبارك فيك، فوز مهم جدا في توقيت مهم. حتى انا اتكلمت في الماتش اللي فات لما خسرنا من طنطا، قلت ال3 بونت اللي جايين هيبقوا ب6 بونت، والحمد لله جبناهم عشان احنا معانا لعيبه رجاله وجهاز فني على اعلى مستوى. الحمد لله احنا كنا رجاله النهارده ونفذنا كلام الكابتن عصام حسن. احنا كنا جايين على ال3 بونت وخدناهم الحمد لله، وكانت اللعيبه رجاله وعملنا اللي علينا، ونركز في الماتش اللي جاي ان شاء الله اهم حاجه. بس بيديكوا دفعه للامام اكيد ان شاء الله يا كوتش، الحمد لله ان شاء الله. احنا اهم حاجه الماتش الجاي ان شاء الله نكون رجاله بس يا كابتن ان شاء الله. نحمد ربنا على النتيجه، كله بتاع ربنا. الواحد شايف ان في حاجات غريبه بتحصل، يعني اختيارات غريبه وحاجات الواحد مش عارف يقرر، مش عارف يقول ايه. الهزيمه دي ما جتش، احنا كنا حاسين ما كانش فيه حته التزام وانضباط موجوده، كان في حاجات غريبه بتحصل. احنا عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل. الحمد لله يا كابتن، والله احنا جايين بناخد كل ماتش بماتشه وبنلعب على ال3 بونت. الحمد لله الماتش اللي فات عملنا اللي علينا، بس ربنا ما ارادش ان احنا نكسب. بس النهارده الحمد لله ربنا ادانا عشان احنا بنتعب. معانا راجل محترم، جهاز فني محترم، راجل اول ماتش يمسكه قدر يشتغل على الناحيه البدنيه والتكتيكيه، واشتغل معانا عن ان احنا ننزل ناخد 3 بونت. مش جايين ناخد بونت، احنا مش فرقه قليله. كالعاده شربها فريق دكرنس الساده، وخرج فريق اتحاد السنبلاوين بالفوز والثلاثه نقاط من ملعب نادي دكرنس الرياضي. كان معكم محمود خالد، التلفزيون المصري، قناه القاهره، برنامج كرة بلدنا.
معلش يا ابو خالد بقى سامحنا النهارده ليله اتحاد السنبلاوين، وانا بشكر احمد صالح وبقول له كل لاعب في اتحاد السنبلاوين انت بطل. هذا